الإنشادية التي تحتضنها مدينة سطيف في هذا المكان الجميل الرائع المعروف في سطيف. اليوم الديوان الثقافة والسياحة ببلدية سطيف أبى إلا أنه يقدم هذه الأيام الرائعة الجميلة في فن الإنشاد، وهو يتزامن مع ذكرى طيبة ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام. أشكر الأنوان على أنها دارت هذه التغطية، يعطيكم الصحة على حضوركم، شرفتونا. طبعا جمهور سطيف تجمعني به علاقة قديمة، أنا أزور سطيف لعدة مناسبات بحكم المسافة. أولا قسنطينة سطيف قريبة، ثانيا أنا يعني عندي عدة حفلات هنا وعندي علاقة ود وحب مع جمهور سطيف. اليوم الموضوع يختلف، سطيف لم تبقى فقط للصيفيين، صارت تضم كل الجزائريين من الشرق من الجنوب، رغم أنه فصل الصيف لكن سطيف صارت قطب سياحي وثقافي هام. وبالتالي احنا رانا اليوم لما درنا حفل وكأنه درناه في عدة ولايات الوطن، قدرنا نستثمروا وجودنا هنا ونستغلوا الفرصة أنه يحضرنا من كل ولايات الوطن. كانت فرصة جميلة حضرها الجمهور، لاحظنا من الجنوب من الشرق من كل مكان، فأكيد كانت الحفلة رائعة بتواجد كل هذه الأطياف الجزائرية. يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت يا مولاي معتمدي، فالبدنيا